جولة في ذكريات الماضي. رحلة عبر الزمان. بورسعيد 67. عن تقريبا بالصلاة على الرسول، لو احنا فاكرين احنا قلنا في 56. مبنى المحافظة الخشب اتضرب واتعمل مكانه مبنى المحكمة. اتعمل ميدان للمسلة واتفتح حوالي 23 ديسمبر 58، واتعمل قدامه مبنى المحكمة مبنى المحافظة الجديد. ده امتداد الشارع، يعني بينا رصيفين وهتلاقي المسلة وهتلاقي المحكمة. نادي المعارف بدأ يظهر له معالم. مدرسة بورسعيد بدأت تظهر لها معالم. البحر بدأ يتراجع، لا عشان احنا قلنا قبل كده بورسعيد طرح بحر. طيب 67 آه كان زي 56، لا على الأقل 56. جدتي عملت فرن وعملت كانون عشان ياكلوا حريقة بالأفلام من المخازن والدقيق والسمنة، وبدأت تعمل عيش وتعمل أكل وتأكل الجيران اللي ما يقدروش يجيبوا أكل. آه، بس في الآخر مصر انتصرت في 56 على العدوان الثلاثي. ما كانش مصر بس، كان الأمراء العرب الخليجيين كانوا مشاركين في الدفاع المدني في بورسعيد. لهم منا كل الشكر والتقدير طبعا، والصور بتاعتهم في الألبومات بتاعتنا، ومش هننسى لهم التاريخ طول الوقفة بتاعتهم دي. 67 كانت نهايتها نكسة، وكسة، حزن يغشو الشوارع بما فيها الشارع اللي احنا واقفين فيه ده. آه، مصر كانت مكسورة، وبورسعيد كانت مكسورة، وشارعنا كان حزين بيبكي ألما على إن هو يضطروا يسيبوا المكان اللي هم عايشين فيه. وهنستنى لغاية لما تيجي حرب 73، نعيش سنين من الحزن والأسى. بيحاولوا ي- يعيدوا توازنهم تاني ويقدروا يقفوا تاني ويقدروا يدافعوا عن بورسعيد تاني. استنونا، لسه في بقية.